السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في خاطرة إيمانية جديدة. بيت قدام الناس هادي لكن جواه حرب. في بيوت شكلها نعمة وحقيقتها نقمة. في بيوت لما تبصلها من بره تقول يا سلام، ستر وهدوء واحترام ولا كلمة تعلى. بس لو دخلت جوه هتحس انك دخلت مكان مفيش فيه نفس. في بيوت ما فيهاش صوت خناق لكن فيها عيون باصة في الأرض، فيها قلوب اتعلمت تسكت علشان تعيش، وفيها ضحكة بتطلع قدام الناس وتقع ميتة أول ما الباب يتقفل. في بيوت اتربى فيها الأولاد على إن الوجع ما يتحكيش، وإن الزعل عيب، وإن اللي يتكلم بيتحاسب. بيت شكله هادي بس جواه حرب نفسية، وحرب مش بالسكاكين لكن بالكلمة والتجاهل والسكوت الطويل. والكارثة الحقيقية إن البيوت دي بتكبر وتطلع ناس مكسورة وبتسلم الكسر ده للي بعدهم. في بيوت شكلها نعمة وحقيقتها نقمة. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. ولو حسيت إن الكلام ده بيحكي حتة من حياتك اكتب لي في تعليق حسيت من غير شرح، وكمل يمكن يكون الفيديو ده بداية حياة جديدة لحياتك. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي السكوت اللي بيهد البيت من غير صوت. قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة. السكوت مش دايما حكمة، أحيانا بيبقى هروب. سكوت الزوج عن الإهانة، وسكوت الزوج عن القهر، وسكوت الأب عن الظلم. كل ده بيخلق بيت شكله هادي لكن أساسه بيتآكل ببطء. الكلمة الطيبة مش زيادة، دي علاج ووقاية وكمان أمان. كان الفضيل بن عياض يقول ما قسى عبد في بيته إلا نزعت البركة من عمره وهو لا يشعر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى رجلا يغلظ على أهله قال له هكذا أوصاك الله أم هكذا رباك رسول الله. وكان بيقول أخوف ما أخاف على الرجل قسوته في بيته. في راجل بيقول أمي كانت ساكتة دايما فاكرينها راضية لكنها طلعت مكسورة، وسكوتها علمني أسكت بس ما علمنيش أعيش. واللي عايز أقوله لحضرتك لو فاكر إن سكوتك حماية راجع نفسك. السكوت عن الوجع مشاركة فيه. البيت محتاج كلمة، محتاج حضن، مش محتاج تمثيل قدام الناس. أصل اللي بيتكسر جوه البيت صعب يتصلح بره البيت. راجع سكوتك، هل هو رحمة ولا خوف؟ لأن البيت اللي ما فيهوش كلمة طيبة بيعيش بس من غير حياة. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الهدوء الكاذب أخطر من الخناق. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله. السكن مش سكوت، السكن طمأنينة. إنك تدخل بيتك وانت مش خايف تتكلم، مش خايف تزعل، مش خايف تعبر. الهدوء اللي ما فيهوش احتواء كذبة متغلفة في أدب. كان محمد بن سيرين إذا غضب في بيته خرج حتى يهدأ، وكان بيقول أكره أن أدخل غضبي على من لا ذنب له. في ست بتحكي كنا هاديين قوي ولا مرة صوتنا عالي على بعض، بس عمري ما حسيت إن عايشة في أمان. كنت ساكتة بس كنت مش مرتاحة. واللي عايز أقوله لحضرتك لو بيتك ما فيهوش أمان ما تفرحش بشكله. الهدوء الكاذب أخضر من الخناق. اسأل نفسك بصدق اللي معايا ده ساكت ليه؟ علشان مرتاح ولا ساكت علشان مكسور؟ وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الأطفال ضحايا الهدوء المسموم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
الطفل اللي بيكبر في بيت كله توتر صامت بيتعلم يخاف من التعبير. البنت اللي بتكبر شايفة أمها ساكتة بتفتكر إن السكوت فضيلة. والولد يشوف أبوه قاسي من غير صوت فيتعلم القسوة الباردة، وده أخطر أنواع القسوة. قال سفيان الثوري: رأيت ذنوبا عوقب أصحابها في أولادهم. وفي شاب كان بيقول: محدش ضربني بس اتربيت خايف، كبرت بس مش بعرف أحب صح. واللي عايز أقوله لحضرتك: اوعى تقول إحنا ساكتين علشان العيال، أحيانا السكوت هو اللي بيكسرهم. اوعى تستهين بالأثر اللي بتزرعه النهاردة هتحصده بعد سنين. القسوة بتخلف قسوة، والسكوت بيورث وجع. ابدأ بنفسك قبل ما تبدأ بأولادك. ورابع حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الحساب مش بس على اللي اتقال، لكن الحساب كمان على اللي ما اتقالش. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. زي ما في حساب على الكلام، في كمان حساب على السكوت، على كلمة ما اتقالتش في وقتها، على حق اتساب، على قلب اتكسر وما تصلحش. السكوت مش دايما نجاة، أحيانا بيكون شهادة إدانة. قال أبو الدرداء: نعوذ بالله من بيت لا يذكر فيه الله ولا تقال فيه كلمة حق. في راجل كبير كان بيقول: أكتر حاجة ندمان عليها إني ما اتكلمتش بدري. واللي عايز أقوله لحضرتك: لو لسه في فرصة اتكلم، صلح، ارجع قبل ما السكوت يبقى ذنب. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا: البيت اللي كله خناق وساكت قدام الناس مش قوي، ده بيت بيتآكل من جوه. الهدوء من غير رحمة قهر، والسكوت من غير حب خراب. لو لسه في ايدك تصلح ما تأجلش، ولو لسه في قلبك حياة ارجع قبل ما الهدوء يقتل كل حاجة. لو لسه في نفس يعني لسه في فرصة، ولو لسه في قلب بيوجع يعني لسه في أمل. ما تستناش البيوت تقع علشان تتحرك، ابدأ دلوقتي قبل ما الحرب تكسب. وأخيرا أدعو الله: اللهم أصلح بيوتنا من داخلها واجعلها يا رب سكينة لا ساحة صراع. اللهم اشف القلوب التي تألمت في صمت، واجبر يا رب الخواطر التي كسرتها القسوة. اللهم ارزقنا كلمة الحق عند الغضب ولين القلب عند القدرة. اللهم أصلح بين الأزواج، واحفظ يا رب الأبناء من آثار وجع لم يصنعوه. اللهم اجعل بيوتنا نورا وطمأنينة، ولا تجعلها يا رب شاهدة علينا يوم نلقاك. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو كلامي لمس قلبك اكتب لي في الكومنتات هبدأ أصلح، وخليها نية قدام ربنا. وشارك الفيديو، يمكن رسالة النهاردة تنقذ بيت من الضياع. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.